ويا مساء الفل، مساء السكر والسعادة والهنا على أحلى أخوات في الدنيا، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم كده بالراحة عشان متابعة جميلة أوي، قالت لي: "منى اتكلمي بالراحة عشان خاطري." فبصراحة كلمتني بأسلوب محترم، وأنا قُلت لها: "والله ديًّا طريقتي وغصب عني، ربنا يهديني يا رب، بس أنا هاحاول والله أتكلم كلمة، كلمة، يعني أحاول يعني ادعوا لي ربنا يهديني." بُصّوا يا بنات، أنا طبعًا جانا حاولت إن هي تنزّل الروتين ده، كان متصوّر صراحة إنه ينزل على قناتها أيام ما كنت بانقل يعني وكده من شهرين. فهي قالت لي: "يا ماما أنا ليّا نظام في قناتي، يعني اللي هو عايزة تنزّل روتينات خفيفة بالطول بحاجات كده معيّنة في قناتها والحاجات دي كلّها." فأصبح إن الروتين ما اتنشرش عندها، فقُلت خلاص نستفيد منّه وننشره عندنا وأقول لكم اللي كان حصل يومها إيه. عايزة أقول لكم هنا كان في التوقيت ده كانت جانا حزينة جدًا وزعلانة جدًا. أنا حاولت إن أنا أقنعها تسجّل معايا، هي ما رضتش طبعًا. فالمهم قُلت لها: "خلاص." يعني أنا قُلت لها: "هي فترة مؤقتة يا جنى، لو حتى هنقعد ال3 سنين اللي هم بتوع الثانوي بإذن الله." أنا كنت واخداهم هنا. جنى خلاص كنا بننقل هي جنى كان منقول ورقها أصلًا، يعني ما كنتش نقلت ورقها، يعني كانت هتاخد تالتة إعدادي من هناك، واخواتها اللي كان منقول ورقهم لإن كان سمسم أولى ابتدائي وعمرو أولى إعدادي. بعد نقلنا بقى ورقهم وكده، قُلت لها: "ممكن نقعد سنة، سنتين، الله أعلم." فإحنا يا بنات راجعين فترة مؤقتة، زي ما قُلت قبل كده، لأ أنا ما قُلتش، يعني قُلت لحبايبنا بس على الواتس: "بُصّوا يا بنات، إحنا راجعين فترة مؤقتة لحد ما البيت يتباع." وطبعًا دي أول مرّة أقولها على القناة، دايمًا أقول لكم انتظروا المفاجأة، انتظروا المفاجأة، ما أعرفش إيه والحاجات دي كلّها. بُصّوا، إحنا رجعنا من الجديدة للقرية بتاعتنا. إحنا أولًا مش عايزين نعيش في قرية، مع إن قريتنا جميلة جدًا وناسها محترمين، بس إحنا طبيعتنا بنحب الأماكن، الخروجات، يعني مثلًا نقعد على الكافيهات براحتنا، نخرج براحتنا في أي وقت براحتنا، سوبر ماركت فيه كل حاجة، عيادات شغالة في أي وقت، مواصلات في أي وقت، جنبنا كل المصالح اللي إحنا محتاجينها، الخدمات كلّها. فكل الحاجات دي بتبقى موجودة في المدينة، وأنتم أكيد طبعًا عارفين الموضوع ده. فبس إحنا بصراحة إحنا رجعنا لظروف صعبة جدًا، معظم الإيجارات رفعت رفعة جامدة وكده، وإحنا عايزين أمّا نيجي نرجع على الملك بإذن الله. فالحل الوحيد اللي كنا نعمله إن إحنا نرجع لبيتنا فترة مؤقتة لحد ما نضبّط أمورنا، وجوزي كمان هو وإخواته يبيعوا البيت اللي إحنا عايشين فيه ده، ولمّا ييجي له البيعة بتاعته اللي تناسب سعره، هنبيع البيت وهنرجع للمدينة. أنا عارفة إن حتى حق جوزي زي ما كان في متابعة غلسة كده قالت لي: حق جوزِك ما يجيبش شقة في الجديدة." أنا عارفة وفاهمة جدًا، بس جوزي قال لي: "إحنا ممكن ساعتها نتصرّف، يعني ممكن نعين الفلوس في البنك، نعينها في أي مكان وإيه، ونأجّر شقة بسعر حلو ومناسب، ولحد أمّا ينزل تقديمات ونقدّم على شقة." تمام؟ والحاجات دي في علم الغيب الله أعلم بها. وطبعًا الناس كلّها كل أحوالها بتتغيّر سَنة ورا سَنة، أحوال والناس كلّها الأمور ساعتها بتتغيّر. وزي ما قُلت لكم جانا كانت زعلانة اللي هي راجعة البلد، وكان الفيديو ده يعني بصراحة أنا ما كنتش عايزاها أصوّر والله، هي اللي قالت لي: "خلاص يا ماما صوّري." كان ساعتها زعلانة وكل حاجة، قُلت لها: "خلاص هي فترة مؤقتة وهنرجع تاني." لإني أنا من جوّايا أصلًا باحب عيشة المُدن، أنا طبيعتي كده. تمام. بس يا بنات، فهنا كنا بنرتّب أمورها بأول حاجة فضّيناها هي الدولاب. وبعد كده طبعًا هي كان جانا كانت لمّاهم غلط، قُلت لها: "خلاص." عشان جانا كل خوفها على حاجة التسريحة يعني وكده إنها ما تتكسّرش، وطبعًا في أزايز، برفانات وإزاز وحاجات من دي، وكُتب بقى وحاجات هديًا. فهي بدأت قُلت لها: "خلاص شيلي." طبعًا أنا كنت سايبة لها الشنطتين دول تلِم فيهم حاجتها. فبصراحة كانت جنى أكتر واحدة طلّعت من أوضتها أكتر من كام شنطة، يعني بصراحة إيه ده! قُلت لها: "ده أنتِ قد أوضتي وأوضة اخواتِك." فما كناش نعرف بصراحة إن حاجة جنى كتير أوي كده. بس كده، لإن جانا من النوع اللي لمّا بيخلص مثلًا عبوة مكياج أو عبوة مُزيل أو أي حاجة، طبعًا الحاجات دي كانت جاية لنا من ألمانيا الله يصلحها لها أمينة حبيبة قلبي، وكان جاي لنا من جيجي المانيكير من السعودية، وكانت جايباهم من أمريكا، وكان جاي لنا حاجات من هدى حبيبة قلبي برضه، وكان جاي لنا برضُك gift برضه كان هدية برضُك. يعني كان جاي لنا حاجات كتير الحمد لله. وبُصّوا، فقُلت خلاص يعني جانا ما بتحبش ترمي العبوات الفاضية بتاعتهم لإنّهم ماركات حلوة أوي، فبتحب تحتفظ بيهم يعني. فالمهم حطيناهم كده إيه في حاجتهم. وعايزة أقول لكم شنطة المكياج اللي جانا بترتيبها استولت على كل حاجتي، لإنّها كانت بتاعتي أصلًا، كانت جاية لي من صديقتي وحبيبتي هدى من الكويت الله يسعدها يا رب ويرضيها. كان يعني بصراحة جاي لنا حاجات حلوة أوي، بس جانا استولت على كل حاجة يعني. والله العظيم أنا قاعدة أرتّب، باقول لها: "دي بتاعتي، دي بتاعتي، دي بتاعتي." وأنا من النوع اللي بانسى لو الحاجة مش قدّامي
أنساها خالص. عشان كده ما باحبش أعاين حاجة لا تحت السرير ولا تحت ولا فوق الدولاب، عشان أنا ممكن أنساهم وما أعرفش دول إيه. يعني ممكن أبقى عاينة الحاجة من أسبوع تحت السرير وما أعرفش هو إيه اللي كان معيون. فاتعلمت دلوقتي إن أنا أجيب حاجة اسمها ملاحظات كده أو محفظة كده بتبقى موجودة عليكِ على تليفونِك، باسجّل فيها كل حاجة، أنا عينتي ده يوم كذا تحت السرير، رقم فلانة، المفروض أروح التحاليل يوم كذا، المفروض أشتري يوم كذا، المفروض وأنا نازلة أشتري كذا وكذا. والله العظيم لو ما كتبتش ما باعرفش أفتكر. فهنا بقى كنا بنرتّب الحاجات ديًّا وخلاص يعني الحمد لله. هنا كل ما نقول خلاص خلّصنا يطلع لنا مليون ألف حاجة. والغريب بقى يا أخواتي لمّا نقلنا بقى ورايحين، قعدت كام يوم كده على ما فرشت. أول ما فرشت طبعًا فرشت غرفة جنى زي ما أنتم شُفتوا معايا. مفرش غرفة جنى بقى لنا جنى كانوا رايحين أيام الدروس وشُفنا مدرسين والحاجات دي كلّها. جينا ندوّر على الملخصات مش فاكرين في أنهي ما أعرفش إيه. طرحة لجنى أنا قُلت لها: "يا جنى احفظي إحنا حاطين الحاجة إزاي." والفيديو ده كان المفروض إن أنا زي ما قُلت لكم ينزل على قناتها، بس هي طبعًا لها نظام تاني مختلف، وطبعًا كانت مشغولة جدًا، جدًا في موضوع مضغوطة في دروسها ومذاكرتها عشان طبعًا امتحاناتها الشهادة وكده. طبعًا أنتم عرفتوا إن جنى نجحت الحمد لله من حوالي يومين 3. وربنا يا رب يبارك لها ويسعد أيامها في اللي جاي، ونشوفها كده زي ما هي عايزة، يعني زي ما هي بتتمنى ربنا يحقق لهم أمنياتهم. فهنا زي ما أنتم شايفين هتقولي لي: "يا منى أنتِ زعلتِ إن أنتِ سِبتِ الشقة ديًّا وكده." لأ أنا ما زعلتش خالص ولا ندمت إن أنا سِبت الشقة بصراحة. على قد ما كل مكان يا بنات مش المكان ده بس فيه سلبيات، فيه برضه فيه إيجابيات. يعني أي مكان في الدنيا هتروحيه سواء بيتِك أو أي إيجار هتروحيه فيه سلبيات وفيه إيجابيات. ما فيش مكان أو ما فيش أي حاجة هتريحِك في الدنيا دايمًا، لأ لازمًا أكيد في حاجات بتطلع لِك فيها سلبيات وحاجات كتير. فأنا بصراحة من حوار الإيجار، لأ أنا بصراحة الواحد ما بيرتاحش غير في مِلْك بأمانة بصراحة. وهنا الشقة ما كانتش وحشة برضه، يعني حلوة الحمد لله، ربنا يبارك لأصحابها. بس زي ما قُلت لكم الراحة والسكينة ما بييجيش غير في المِلْك. هنا بقى كنا بنفضّي الأوضة عشان باباها هييجي يعني يشيل الدولاب. وهنا كانت جانا بتفِك ال اسمهم إيه دول؟ هنا كان وزني ما كانش نازل أوي، لإن طبعًا بقى لي كان من شهرين كده تقريبًا. فالحمد لله نزلت عن الوزن اللي أنا كنت فيه ده، لإن الفيديو ده متصوّر من شهرين. فهنا زي ما أنتم شايفين كده بدأت إن أنا إيه، أشيل اللوح ديًّا. جانا كانت لازقاها اسمه إيه ده، بشمع. وبدأت إن أنا أشيل معاها كده وأنا نازلة قُمت واخدة لي عُزة. زي ما أنتم شايفين كده. بس والحمد لله. هنا خلاص فضّينا، عايزة أقول لكم هنا خلاص الدرج ده فضى كده تمامًا. وقُلت لجانا بعد كده أمّا تيجي ترصي فيه الحاجة افرشي تحته مناديل عشان ما تقعدش إيه، يبقى صعب معاكِ في المسح. وابقي امسحيه بمناديل مبللة. وهنا زي ما أنتم شايفين أهو الأرفف فاضية والحمد لله. وهي تحافظ بقى على حاجاتها. عايزة أقول لكم اللوح الإزاز اللي تحت ده أهو اتكسر، اللي أنا رايحة أحط إيدي عنده ده. فلسه ما غيّرناش لحد وقتنا الحالي. وهنا طبعًا شوفوا بافضّي لقيت طلع لسه هنا كمان. كل ما بنفضّي بنلاقي يعني. وهنا جهزت شنطتها اللي فيها طقم زيادة، قُلت لها خدي طقم زيادة على اللي أنتِ لابساه لحد ما ننقل، عشان أمّا ننقل لازم يبقى معاكِ طقم زيادة لو أنتِ احتجتيه. المهم يا بنات أشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوش تشتركوا في قناة جنى عشان جنى هتنزّل لكم عليها فيديوهات. والسلام